يقول فيها: أواه يا أبتاه لو اسمعك والناتي، والليل داج وموج ملالتي عاتي، والقلب يخفق مما فيه من ألم، فمن يراني يظن أني بوفاتي. أولست تعلم أنك كنت لي سبب فيما أعاني ولم تدرك معاناتي، تظن أنك إن تجمع لي المال أديت حقي وتترك باقي حاجاتي. إن النقود وإن كانت من الطلب لكني أحوج منها للنصيحات. ما كنت أسمع في يوم كم كنت أرغب أن تجلس معي يوما أحكيك همي وأشكو لك شكاياتي، لكن شغلت كما تقول فلم أرك تهتم في كما تهتم في الشاتي. تغيب عني فلا تسأل مع الجهل ولا تبالي وإن تبعد مسافاتي، في كل يوم مع أمي لكم صخب حتى مللت البيت بل مللت حياتي، إذ لم أجدك ولم أجدها ولم أجد أحدا ينير بدرب الغي شمعاتي. أبتاه إني بلا نصح كما سفن ضلت فضاعت في بحر المتاهات، أنا لست أخشى مما راح من عمري لكني أخشى يا أبتي من الآتي. كيف السبيل إذا ما سرت في يوم مسؤول نفسي وزادت بالتزاماتي، أو هل سأبقى طوال العمر في فشل أسير دربي بلا نور لمشكاتي، إن لم تعلمني من ذا يعلمني أم أنني قد لا تعنيك من جاتي. يا معشر الآباء إن بنيكم ذمم لديكم من أغلى الأمانات، إن ضيعتموها فمن ذا بعدكم يرعى إلا أبالسة تهدي للخطيئات. الله